انت متخيل ان طفل عنده اقل من 10 سنين بيتم مهاجمته بكميه التعليقات دي من نفوس مريضه بتخلينا بتقول ان واقعه ياسين دي ما كانتش حادثه فرديه؟ بعد قضيه الطفل ياسين وانتصار القضاء المصري للشعب المصري كله بالحكم المؤبد على الجاني، بدات تظهر لينا قصص تانية زي قصه ياسين. لكن في قصه كانت غريبه شويه، المره دي الاعتداء ظهر على السوشيال ميديا قدام الناس كلها. فلو حابب تعرف الحكايه تعال احكيها لك. في وقت اللي الناس كلها كانت بتتابع فيه قضيه الطفل ياسين، بينزل الطفل الممثل جان رامز بوست بيقول ان بكره اجازه بسبب العاصفه. بتيجي عليه كميه تعليقات من ناس اقل ما يتقال عنهم ان هم ذئاب بشريه بنفوس مريضه. من ابرز التعليقات دي اللي بيقول له ان مفيش راجل كبير يعمل معاك نفس اللي اتعمل مع ياسين، وتعليق تاني بيقول له افرح ان بكره اجازه ومحدش هيعمل فيك حاجه. وفي الاسوأ من كده كتير، انت متخيل ان طفل عنده اقل من 10 سنين بيتم مهاجمته بكميه التعليقات دي من نفوس مريضه بتخلينا بتقول ان واقعه ياسين دي ما كانتش حادثه فرديه، لكن ده بقى سلوك منتشر وغريب في المجتمع المصري. طب يا ترى الناس دي وقت قضيه الطفل ياسين كانت مع مين؟ كانت مع الجاني ولا كانت مع الطفل ياسين؟ اصل بمنطقهم ده كده هم المفروض مع الجاني، لكن مجرد عدم تقبلهم للطفل ان هم ما بيحبوش خليهم موافقين على ده، فده برضه جريمه اكبر. المهم ان اسره الطفل قررت تحرر المحضر ضد اصحاب التعليقات دي في مباحث الانترنت. لازم ناخد بالنا ان الامور السيئه والعادات القبيحه دي بتنتشر لما تحول لحاجه كوميديه، ساعتها بيستغل المجرم الفرصه وبيتوه في الزحمه. ولو رجعنا لاصل القصه دي مع قوم لوط، بس بدايتها معاهم كان ان هم بيعملوا كده نوع من انواع العقاب للي ما بيرضاش يدفع لهم اتاوه لانهم كانوا قطاع طرق. بعد كده حبوا الموضوع وتمادوا فيه وتحول لعاده اجتماعيه عندهم لحد ما امر ربنا نفذ عليهم جميعا. ربنا يستر علينا ويهدي النفوس المريضه. كنت معاك خالد سعيد في معلومه في